ان هي فعلا احمد الصياد؟ مع تحياتي لكل مدمر حياتي. مع تحياتي طبعا، هنسمع مع تحياتي معانا باذن الله في الحلقه. احمد، انا عايز اعرف سر كلمه الصياد في اسمك. ده اسم عيله فعلا ولا اسم شهره؟ لقب العيله بتاعتنا. لقب العيله. عيله طب الصياد. حضرتك انت قلت لي احمد ان كان في الاول معارضين فكره الغنى. طبعا دلوقتي انت مش هينفع تستخبى، خلاص في كليب نزل وفي شغل نزل وفي برامج بتطلع فيها. هم كانوا عارضين في الاول خالص. بس طبعا لما ربنا كرمني يعني وخلاص اشتغلت مطرب وكده. خلاص الدنيا بقت حلوه وهم حبوا كده وبيدعوا له ربنا يوفقك وكده. حتى يعني انا ليا اخ يعني اسمه محمود، دكتور محمود، يعني دكتور صيدلي في السعوديه، هو وزوجته يعني هناك، فكانوا بيحجوا. فالحمد لله انا اتصلت بيهم، هم رنوا عليا اول يوم العيد الصبح. كان اول ناس تعايد عليا. تعايد عليهم من هنا بقى. هم كانوا قاعد على صراحه. هم اتصلوا عليا وقالوا لي احنا بندعي لك ربنا يكرمك ويوفقك. انا لدرجه ان انا عيطت لما هم كانوا بيتصلوا بيا. عيطت حقيقي لما ايه، يعني كان نفسي ان انا بكون معاهم برضه في نفس الوقت، وايه يعني هم بعاد عني برضه يعني اخويا. يا ربنا يقربكم لبعض وهم طيبين باذن الله من هنا. احمد، الكليب وانت بتصور الكليب اللي احنا شفناه مع بعض، كانت ليك وجهة نظر معينة ولا كنت انت حاسس ان انت عشان اول عمل ليك المخرج يقول لك اعمل كذا فتعمل غصب عنك حتى لو مش مقتنع؟ لا، هو اسلام طبعا حد جميل جدا. طبعا اسلام فتحي طبعا مونتير، هو اولا كان مونتير وهو مخرج شاطر. عمل فكرة خطفتني صراحة. فكرة الكليب نفسها حلوة وجديدة، ما اتعملتش قبل كده خالص. ان نهاية اي خاينة على او اي خاين عامة على ايد اللسان بيحب. يعني انت ما اعترضتش على اي حاجة في الكليب؟ يعني انت هو قال لك قصة الكليب الستوري بورد بتاع الكليب؟ لا ما اعترضتش، لان شايف الشغل زي الفل. شايف ان هو لا قبل ما تبدا تشتغل في الالبوم في الكليب نفسه. طيب في الاغاني، يعني حد فرض عليك اغنيه والمنتج مثلا صديقك مثلا هو ما انت حضرتك قلت لي ان هو مثلا مش منتج، يعني مش بيفهم في المزيكا، هو ليه بيزنس تاني، فهو ممكن يكون ليه اختيارات عجبتني الاغنيه دي بس هو مش عارف السوق ماشي ازاي او الاغنيه تبقى ناجحه ازاي. لا، عايز اقول لك برضو الراجل دوت قبل ما يكون منتج برضو او اللي بينتج لي الشغل، هو راجل ودن موسيقيه جامده جدا. وبيحس بالكلام قوي 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 اساسا. يعني قبل كده لما حتى لما كنت بغني في الاستوديو اي غنوه كان بيجي يقول لي يعني انا الجمله دي مش عاجباني. يعني تحس ان هو راجل مثلا، تحس ان هو راجل منتج اساسا، تحس ان هو راجل كملحن. يعني هو راجل فنان يعني فنان قبل ما يكون منتج يعني. فبرضه عايز اقول لك ان هو برضه يعني لما كنت بختار غنوه بقول له ايه رايك في الغنوه ديت. طب انا عايز اسالك يا احمد، ازاي صديقك اقتنع بصوتك؟ يعني ايه اللي حصل خلق لك فكره ان انا هنتج لك، هعمل لك البوم، هعمل لك كليب؟ ازاي ده حصل؟ وقبل الغنى ويعني قبل موضوع الانتاج وكده، هو صديق واخ. طيب هستاذنك بس يا احمد، برضو معانا اتصال من احمد بس اكيد مش احمد الصياد. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا احمد؟ كل سنه طيب. وانت طيب يا حبيبي. انا بس عايز اتكلم مع الاستاذ احمد. اتفضل طبعا، احمد الصياد معاك اهو، اتفضل. الو يا استاذ احمد. ايوه يا استاذ احمد. طيب وانت والصحه السلامه يا استاذ احمد، وعيد سعيد عليك يا رب كده وعلينا جميعا. الله يخليك. انا اتفرجت على الكليب بتاعك الجديد ده، يعني كويس، يعني حلو. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك، تسلم لي. يعني وصلت لك الفكره بتاعته؟ تبقى كويس، مطرب كويس، وانا معجب بيك. ربنا يخليك يا استاذ احمد يا رب، شكر لذوقك يا رب، شكرا. الله يخليك. ميرسي جدا ليك يا استاذ احمد. ان شاء الله نشوف حاجات جديده تاني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا ليك يا استاذ احمد، وكل سنه وانت طيب. احنا كنا بنتكلم عن المنتج. يعني بلاش نقول منتج، صديقك. الصديق. يعني انا طبعا ما ينفعش ان اقول اسمه، بس هو SK يعني. SK. اوكي. انا عايز اقول له ان انا بحبه جدا. وهو طبعا اخ بمعنى الكلمه صراحه. طيب برضه انت ما وصلتنيش ازاي، يعني هو فجأة كده قال لك انا هنتج لك؟ قبل ده حلم يعني، معلش انا اسف، ده حلم يعني لما يكون حد يلاقي منتج ينتج له، ده حلم لاي يعني حد. صاحبي وفي عيش ملح بينا قبل الانتاج وقبل الاغاني وكل حاجه. فطبعا هو ايه زي ما تقول يعني حب الموهبه، يعني حبني جدا، وهو كده كده اصلا بيحبني على المستوى الشخصي. فطبعا شاف طبعا هو الليف
شايف ايه؟ ابو الليف. الفنان ابو الليف. فنان ابو الليف. فطبعا قال لي يعني ابو الليف يعني مش احسن منك في حاجه صراحه، يعني بكلمك جد. ده حد لا هو مطرب شاطر لا مش على حاجه يعني. قال لي يعني انت ليه انت مش اقل منه. يعني كمطرب انت يعني هو لا طبعا الاستاذ نبيل يعني ابو الليف برضو كان بالنسبه لك نجاح، يعني هو قال لك انت شايف كذا فعايز يخليك. هو انا بكلمك على اللي حصل يعني. فقال لي طبعا طب ليه، طب ما انا اعمل لك شريط. قلت له يا عم مش مشكله، كبر دماغك عادي يعني. كل واحد بياخد نصيبه ورزقه. بس انا بتكلم عن الاستاذ نادر ابو الليف. طبعا راجل انا اصلا بحبه كشخصيا، على الشخص يعني. انا بحبه كشخص وفنان. وطبعا تاني حاجه ان هو فنان جميل جدا جميل جدا، وبحب صوته بصراحه يعني. وهو عمل فكره كويسه جدا، وعمل افكار جديده في الالبوم بتاعه وعجبتني جدا. اللون بتاعه اساسا من الغنى عجبني جدا بصراحه يعني. طيب. فطبعا انتاج لي الشغل وهو على درايه وعلى يعني وقدر الاهتمام بيا، لان هو بيحبني جدا. وحتى مش عايز اقول لك ان كانت في ناس بتحاول توقع بينا ما بينكم طبعا اكيد كتير جدا. يا عم طب سيبك من احمد الصياد، طب مش عارف هنجيب لك كذا، طب هنجيب لك مطربه، طب مش عارف اجيب لك مطرب، طب عندي كذا، طب ايه اللي دبسك معاهم اللي تلبسها ديت، طب لا سيبك منه. طب وانا قال لهم يا جماعه احمد الصياد اخويا. ايوه